عندي لبن كده. هنزل بكمية اللبن اللي عندي. واسيبه بقى كده يغلي. عندي بقى هنا الرز كده اسفل اللبن بقى بدأ يغلي عندي. تمام، بدأ خلاص بقى يغلي عندي. هنزل عليه بقى نص كوباية رز غسلاها ونقعاها لمدة ساعة. بس دي نص كوباية رز كبيرة يعني. هنعمل بقى شوية رز بلبن بس كريمة كده حلوة قوي، هيعجبكم قوي. بس اهم حاجة شو اتفرجوا الفيديو على الاخر ويشوفوا الطريقة اللي انا هعمله بيها. اللبن بقى عندي اهو بيغلي. هنزل بقى عليه كده بالرز اللي عندي. اهم حاجة تغسلوه وتنقعوه لمدة ساعة. ولما اللبن يغلي هتحط الرز عليه على طول. النقع بقى ده بيساعد ان الرز يطرى معايا بسرعة في اللبن. انا مش بسلق الرز وبعد كده احطه في اللبن، لا، انا عندي ثانية واحدة. قشرة سمرا معرفش جت منين ما علينا. ما بحطش الرز مسلوق على اللبن، لا، انا بسيب الرز يستوي كده مع اللبن، بيبقى اطعم بكتير قوي. هسيبه بقى كده لغاية اما يستوي كده معايا. طبعا بقى هنا خلاص الرز بتاعي استوى، مش بيجيب خالص طالما نقعتوه، فمش بياخد وقت خالص. اهم حاجه بقى وانتوا بتعملوه، انا عندي الحله دي سيراميك فمش بتلزق. لو حاطينه بقى في حله الومنيوم لازم عينيكم تبقى عليه، عشان لو الرز لزق تحت هيلزق ويشيط ويبقى والوصفه بتاعتكم هتبوظ. لا، وتاكدوا بقى خلاص ان الرز استوى خلاص. انا الرز عندي خلاص استوى جدا. هنزل بقى عندي بالسكر. طبعا السكر كمية اللي انتوا حابينها. في ناس بتحب السكر زيادة زي كده، في ناس بتحبه قليل زي السكر ده حسب رغبتكم. انا بقى هنزل بكوباية سكر لان انا بحب الحاجة زيادة، يعني السكر حاجة بتبقى زيادة عندي. هدوب بقى السكر كده في اللبن. هيدوب بقى بسرعة مع السخونية اللي عندي. هدوبه بقى كويس. عندي كمان كيس كريم شانتيه بتاع دريم. الوصفة دي امشوا عليها بس كده هتعجبكم قوي صراحة. ندوب بقى كريم شانتيه. طعم بقى في حتة تانية خالص. القشطة والكريم شانتيه بيخليه كريمي وطعمه كمان بيبقى تحفة. هحتاج بقى هدي النار حاجة بسيطة عشان ادوب بقى كريم شانتيه كده. انا بقى قلت لكم حلوا حسب رغبتكم. عندي بقى هنا كده بعد ما حطيت الفانيليا كوباية دي فيها معلقتين نشا كبار بس ممسوحين وعليهم ربع كوباية لبن. هنزل بقى واحدة واحدة كده، مكتروش بس عشان ايه ما يتقلش قوي. يبقى كده لغاية اما يتربط. ابتدي بقى اصب كده في البولات اللي عندي.
طبعا بقى حطيته كده في البولات اللي عندي، كمية ما شاء الله عملت لي 9 اطباق كده. بسم الله ما شاء الله. هسيبه بقى كده يسقع في التلاجة وبعد كده اوريها لكم. طلعت بقى الرز بلبن كده من التلاجة بعد ما حطيته يبرد في التلاجة يسقع. طبعا دي مش الكمية كلها، انا طلعت بس كام طبق كده. هتزينوا بقى بأي حاجة انتوا حابينها، جوز هند مثلا، جوز هند بقى وزبيب، اي حاجة بتحبوها عندكم زينوا بيها، مكسرات، اي حاجة. انا بقى عندي زبيب كده، جوز هند وزبيب. مش هحط على كله جوز هند لان مش عندنا كلهم بيحبوا جوز الهند والزبيب، حتى انا. وبالشكل ده. تعالوا اوريكم بقى كريمي ازاي. بصوا بقى كريمي ازاي، بسم الله ما شاء الله، تحفة. جربوا الطريقة دي وطعمه كمان بسم الله. بيدوب في البق حرفيا. بصوا كريمي ازاي، تحفة تحفة، حلو قوي. حلو قوي. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم ان شاء الله. الكريم شانتيه والقشطة مديله غناوة حلوة قوي. وبس كده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك وشير وتشتركوا في القناة، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة في فيديو جديد.